السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة فيديو جديد مع بعض، هنعمل الكريب التحفة ده بطريقة سهلة وطعم جميل جدا جدا، ومكونات سهلة كمان زي كل مرة. تمام، تعالوا نشوف عملناه ازاي مع بعض بالشكل الجميل ده. وكمان الحشوة حلوة جدا، وكمان مش هيكون يعني الناس اللي بتقلق من طعم البيض في الكريب وكده، لان هو بيبقى بي يعني بيتعمل اصلا ببيض كتير، مش اقل من 4 بيضات ولا حاجه. فاحنا بقى هنعمله بطريقه سهله جدا. تعالوا نشوفه. احنا عملناه بيضه واحده بس. تمام، انا برضو من الناس اللي مش بحب البيض كتير في الكريب بصراحه، فهنعمله بطريقه حلوه جدا. بيضه وكوبايه حليب، كوبايه لبن. تمام، ويعني ممكن يحتاج كوبايتين ونص دقيق بقى على حسب الدقيق وعلى حسب القوام معانا. تعالوا نشوفه. هنضيف الاول البيضه، وكمان هنعمله من غير خلاط ولا اي حاجه، هو كده على ايدينا يطلع حلو جدا. يعني من الحاجات السهله ومش بتاخد وقت معانا، وكمان حشواتها ممكن بقى حشواتها بقى نظبطها بقى باي حاجه يعني، بس بتطلع في الاخر طعمها حلو. هنا هنضيف بيضه، وهنضيف طبعا فلفل اسود وملح لان احنا هنعمله حادق. لو هنعمله طبعا حلو بنضيف فانيليا. هنقلب بس البيضه كده مع بعض علشان ما تتكتلش معانا لما ننزل بباقي المكونات. هنضيف فلفل اسود مش كتير يعني، علشان احنا برضو لما نعمل الحشوة هنضيف فلفل اسود برضو، فحاجة بسيطة كده يعني ربع معلقة ولا حاجة. وهنضيف ملح وبس. لو في خل تمام فهنضيف معلقة يعني، حاجة بسيطة كده يعني نقطتين خل. وهننزل بقى بكوباية اللبن، طبعا على حسب الكمية يعني، لو حابين الكمية اكتر ضعفوا الكمية يعني. كوباية اللبن تبقى كوبايتين لبن، كوبايتين ونص دي يبقوا 5 مثلا كده. وهنضيف بقى مكان كوباية اللبن كوباية مية دافية، او مش دافية يعني، احنا كده كده مش هنضيف خميرة بس ما تبقاش ساقعة. وهنضيف يعني 3 معالق مثلا زبدة، 4 معالق زبدة كده يعني. حابين تضيفوا طبعا بدل الزبدة زيت مفيش اي مشكلة، بس هي الزبدة بتخلي طعمه احلى يعني، بتعزز من طعمه احلى. تمام، هنضيف حبة كده صغيرين فلفل اسود برضو، انا حسيت ان انا مضفتش كتير، بس احنا برضو هندوق الخليط تمام بلساننا كده ونعرف اذا كان هو يعني مظبوط معانا ولا لا. هنا ضفنا اول كوبايه دقيق. بقول لكم ان انا ضفت بقول لكم ان انا ضفت ملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره سكر. انا نسيت اقول لكم على السكر، انا ضفت معلقه سكر بس نسيت اضيفها في الخليط دلوقتي، ضفتها بعدين. تمام، وهنقلب كويس جدا جدا بالمضرب علشان ما يعملش اي تكتلات. لو ما عندناش المضرب اللي هو اليدوي هنضطر ان احنا نضربه في الخلاط، عشان بالمعلقه هيبقى فيه تكتلات. ولو حابين برضو ان احنا ما نضربش في الخلاط ونعمله باي معلقه ولا حاجه، لازم بعدها بعد ما نعمل الخليط نصفيه في مصفى علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. هنا ضفنا كوبايتين ونص دقيق، يعني كوبايه والتانية وتقريبا ضفت النص يعني. شايفين هيبقى قوامه بقى زي اخف شويه من قوام الكيك، شايفين يعني اخف شويه، اخف حبه من قوام الكيك يعني. هنعمل كده بالاسباتيولا. تمام، هنعمل صباعنا كده. الخطوه دي مهمه. هنعمل اول ما نعمل كده ونلاقي ان العجينه دخل يعني الخط اللي احنا عملناه ده ما اختفاش زي ما هو موجود، والعجين ما دخلش في بعضه فيها، يبقى تمام. لكن لو لقيناه سايل، لو لقيناه الخليط ده دخل كده على بعض، الخط دخل على بعضه، يبقى العجينه دي لسه محتاجه دقيق، مش سايله زياده عن اللزوم. هناخد بقى الخليط ده ونحطه في التلاجة. مهم جدا 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 ان احنا ما نعملش الكريب في وقته. هنا ضفت معلقه السكر لان انا كنت نسيتها. هنا بقى بعد ما خرج من التلاجة شايفين قوامه بقى تقيل ازاي؟ تحسوا قوامه اختلف، شايفين قوام بقى اتقل يعني، بقى تقيل كده وبقى حلو معانا كده. تحسوا ان هو اصلا مش كاننا ضاربينه في الخلاط. شايفين القوام بقى مختلف ازاي؟ ويا ريت لو نعملها قبلها بليله كمان، هيبقى حلو جدا جدا.
هنا بقى هنجيب اي طاسه ما بتلزقش، انا بس بحب اديها مسحه زيت، هي مش هتلزق ولا حاجه، بس انا اديتها بليت منديل كده فيه زيت تمام، وحطيت عليه مسحه زيت. هنا بقى الخطوه دي برضو مهمه جدا، لان في ناس ما بتعرفش، بتيجي عند الخطوه دي بقى وتقول الكريب بيتقطع مني، الكريب بيتفتفت مني، الكريب بقى باجي اقلبه فبيبوظ. احنا بقى هنبعد الطاسه عن النار خالص في الخطوه دي، وهنظبط الكريبايه الاول زي ما واضح عندكم كده. انا لفيتها، هنفضل نلف كده، نلف لحد ما كل العجينه تختفي معانا، شايفين؟ وبعدين هنحطها على النار اهو بالشكل ده، ما يبقاش فيه اي زيادات، يعني احنا ننزل، ولو يعني لو زاد معايا، لو قل معايا احسن ما يزيد، علشان احنا محتاجين الكربايه تبقى خفيفه معانا، ما تبقاش متكتله وتقيله زي اللي بنشتريه من بره. هنا بقى ممكن في ناس كتير جدا في اول كربايه بتبوظ منهم، دي حاجه اكيده، اول كربايه هتبوظ منك، ما تقوليش ازاي، طب ليه، طب ما هو الباقي طلع حلو. هي اول واحده هتبوظ معاكي وممكن تتقطع. نفس اللي حصل معايا انا دلوقتي في الفيديو دي، هتشوفوا دلوقتي. انا بوريكم بس علشان كل حاجه انا ممكن اخبيها اصلا، بس انا وريتكم علشان تبقوا تعرفوا ان هي اول واحده بتبوظ. شايفين هي اتقطعت معايا، وانا بقول لكم كده للمصداقيه، علشان في ناس بتزهق بقى وتقول لا هو شايفين اتقطعت ولا اي حاجه هنرميها، لا هقول لكم بقى برضو هنحشيها ازاي. ولو باظت منك واتكتلت كده وعجنت في بعض، خلاص تخلصي منها، لو مش هينفع ان هي تتفرد يعني تخلصي منها خلاص، والتانية هتطلع مظبوطه. يعني هي اول واحده لازم. تاني واحده بقى لما نيجي نعملها، طبعا الطاسه هتبقى سخنه تمام، فهنبعد الطاسه حبه شويه عن النار، وبعدين نفرد الكريبايه بتاعتنا كويس جدا، وبعدين نحطها على النار تاني. انا هنا حطيت الخليط قليل، طلع قليل معايا، ضفت خليط تاني، مش مهم، احسن ما يطلع معايا العجين زايد ومعرفش اوديه فين والكريبايه تبوظ مني. هنا بقى هنفرد الباقي علشان ما يتكتلش. الكريب كل ما كان خفيف كده كل ما كان حلو، وفي الحشو كمان. لكن هو الكريب اصلا يعني هي عجينه خفيفه زي الفطير كده، خفيف مش تقيله، لو تقلت هتبقى شكلها مش ظريف وطعمها مش ظريف تمام. هنا برضو يعني ما بتقعدش كتير، يا دوب بس كده تعمل زي القطايف كده لما بنعملها، ونقلب على طول تاخد وش بس، يعني بلاش ان احنا نسيبها، لو سيبناها كتير برضو هتنشف معانا الجوانب دي، هتنشف معانا، ولو نشفت معانا مش هنعرف نحشيها ولا نتحكم فيها تمام. شايفين؟ تاخد بس اللون ده وخلاص على كده، ونقلب ونطلعها لحد بقى ما نخلص باقي الكميه. بس الخطوه المهمه ان احنا نشيل الطاسه بعيد عن النار من كل كربايه والتانيه، لان الطاسه بتبقى سخنه، فاول لما بننزل بالخليط فخلاص بيمسك، مش هيلف معانا، لان هي اصلا الطاسه سخنه. شايفين؟ انا بشيل الطاسه حبه بين كل كربايه والتانيه اهو بنفس الشكل ده بكل سهوله. ولو ما عندناش الطاسه اللي هي جرانيت او تيفال او اي نوع طاسه مش بيلزق، عادي جدا هتجيبي الطاسه بتاعتك الالومنيوم محترمه، بس تظبطيها كده زيت، بس حته زيت معتبره يعني، وان شاء الله مش هتلزق معاكي ان شاء الله. هندخل بقى على الحشوه. خلاص احنا خلصنا كل كميه الكريب وغطيناه كويس جدا. مهم جدا نسيت اقول لكم ان احنا اول ما نعمل من اول كريبايه لازم نغطيه، لان لا علشان الكريب من نوع الحاجات الخفيفه ما بينشف بسرعه. في نفس الطاسه اللي كنا بنعمل فيها الكريب هننزل ب2 مكعب زبده، لا هو واحد بس، 1 مكعب زبده علشان الحشوه متبقاش فيها زيت كتير ومتبقاش حلوه. فهنضيف مكعب واحد زبده تمام، وهننزل البصل احنا قطعناه كده ترنشات صغيره تمام، بصلايه واحده كبيره، وهنشوحها شويه كده تدبل معانا، مش تحمر، يا دوب تدبل معانا كده. وهننزل عليها بفلفل اسود، لا مش هننزل دلوقتي بالفلفل الاسود، استنى شويه. هنا بقى جبنا الكوكي الناجتس اللي بنجيبه من بره تمام، او عاملينه في البيت، وهنقطعه كده مكعبات. ولو عندك فراخ طبعا، لو عندك لحمه مفرومه، لو عندك لحمه شاورما، فراخ شاورما، اي حاجه، جبن ميكس جبن، لانشون، مشروم، اي حاجه، اي حاجه ممكن انت تضيفيها، جبنه شيدر مثلا وجبنه موتزاريلا وجبنه رومي مع بعض كده تبقى تحفه جدا. اي حشوه انت بتحبيها تضيفيها مع الكريب. خلاص احنا كده قطعنا الناجتس. هنجيب بقى، انا كان عندي الناجتس دي في الفريزر، فقلت ايه بقى سهله عليا
تمام. وعشان تبقى سهله وبسيطه، ونزلت بقى بالفلفل اللي مقطع ترانشات كده طويله، وبعد كده بالطماطم، بس الطماطم واحنا بنقطعها نصفي منها، نشيل منها البذر ونصفي منها الميه خالص. هننزل بقى فلفل اسود ومعلقه كاري ومعلقه توم باودر وبصل باودر، ومش هنحط ملح. انا هنا ما ضفتش ملح خالص، لان اصلا احنا ضايفين فلفل اسود في العجينه وضايفين فلفل اسود دلوقتي في الخلطه، والناجتس اصلا مملح، فمش عايزينها تبقى مالحه. وخلاص تقلبتين وشكرا، هي كده استوت. الناجتس اصلا محمرينه في الزيت، فمش محتاج. وخلاص على كده. هنجيب بقى الكريب. شايفين الطراوه؟ يعني شايفين الكريبايه؟ شايفين؟ طريه جدا، وده المطلوب. عجينه الكريب دي هي لازم تبقى كده، مش لازم تبقى ناشفه ولا الحافه ناشفه، لان احنا بنغطيها على طول اول ما بتخرج، فما بتلحقش تنشف. تمام. وهنجيب بقى الكريب، ناخده كده نفرده بالشكل ده، نطبقه بالشكل ده، نعمله بقى اي حاجه. عايزين نعمله مربعات نعمله، عاوزين نعمله كده سمبوكسات نعمله، عاوزين نعمله مثلث زي ما انا عملته كده، اللي هو الشكل المتعارف بيه يعني. تمام، مفيش اي مشكله. هنعمله كده نص دايره. تمام. وبعدين هنجيب الخلطه، نحطها، ما نكترش كتير من الخلطه علشان ما يفكش مننا. ونجيب الجبنه الموتزاريلا، عايزين نعمله بالشكل ده برضو نعمله. انا حبيت ان انا اعمله مثلث بالشكل المتعارف اللي احنا بنشتريه من بره. وهنجيب الموتزاريلا، مش موجود عندك موتزاريلا خلاص، موجود عندك كاتشب ومايونيز، هتحطي في الخلطه نفسها من جوه كاتشب ومايونيز، انا ما حطيتش. تمام. وهنعمل ايه بقى؟ نفس الحكايه تاني معانا، انا بوريكم بس علشان تعرفوا الحشوه، تعرفوا الشكل يعني. حاجه تانية، احنا لما نضيف الحشوه دي حابين ان احنا نزود حشوه، هنيجي من فوق كده. تمام. من فوق كده، من فوق المثلث ده، ونضيف نكمل على الحشوه، لكن ما نضيفش من هي يعني ما نضيفش وهي جوه. يعني هوريكم دلوقتي. احنا جبنا، شايفين المقطوعه دي؟ ولا اي حاجه، هتتظبط وتبقى زي الفل، مش اي حاجه. هنا بقى هنجيب الحشوه، نضيف حشوه قليله علشان الكريب ما يفكش مننا، هي عجينه طريه. تمام. وهنجيب الموتزاريلا، وهنعمل ايه بقى؟ حابين نضيف حشوه من فوق زي ما انا عملت كده، هنضيف نكتر بقى من فوق بقى في الحشوه بعد ما نخلص خالص. تمام. بلاش نكتل الحشوه من جوه علشان ما يفكش مننا، ما يفكش مننا، واحنا لو حاطين له حشوه كتير هيفك مننا، واحنا لسه هقول لكم لسه هنحمره تاني. في ناس بتاكله كده على يعني كده خلاص، والحشوه من غير موتزاريلا. تمام. وخلاص على كده تاكله وهو طري كده. لكن انا بصراحه مش بحب اكله وهو طري كده، بحب اديله تحميره حلوه كده في الزبده، والجبنه اللي فيه تسيح، ويبقى طعمه حلو كده، وفيه يعني هو مش بننشفه، يعني هو بيبقى فيه قرمشه كده حلوه كده، غير وهو طري. هنجيب بقى مكعب زبده على الجريل او في الطاسه او اي حاجه، اي حاجه عندك، او في نفس الطاسه اللي احنا عملنا فيها الحشوه. بس انا بحب الجريل علشان هو بيديله كده خطوط كده، زي ما انتوا عارفين بقى، زي ما بنشتري كده من بره. هنجيب بقى مكعب زبده وننزل بقى بالكريب. تمام. لحد ما ياخد وش تحمير معانا، ونحس ونعرف ان الجبنه ساحت، واهم حاجه ان الجبنه تكون سايحه كمان. في بقى الجبنه رومي عندك، في ميكس جبن، انا حطيت ميكس جبن شيدر وموتزاريلا، شيدر شرايح، اي حاجه موجوده تأدي الغرض، اي حشوه. لو مش عاوزين طبعا تحمروه كده وبتحبوه طري، مفيش اي مشكله. ويا رب يكون حبايبي الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.